لما عملت فيديو قبل كده وهسيب لكم الرابط بتاعه تحت في التعليقات، وكنت بطالب الحما انها تعامل مرات ابنها زي ابنها وما تقارنهاش بحد، فده مش من فراغ. لما نسمع ان في جدة قتلت احفادها علشان تنتقم من ابنها ومرات ابنها، فاكيد للموضوع ابعاد تانية، زي مثلا ان مرات الابن بتثير غيرة حماتها وتوصل لها انها خطفت ابنها منها، او ان الحما جواها غضب من ابنها ومن مراته فطلعت غضبها في انها تحرم ابنها ومراته من اولادهم. وانت كابن اولا وكزوج ثانيا لازم توازن في العلاقات علشان بيتك يبقى بيئة آمنة ولأولادك. خلاصة الموضوع ان مفيش مصيبة كبيرة الا وسببها تراكمات صغيرة، وللأسف اللي بيدفع تمن المصيبة دي هو انتم. انا احمد ابو بكر، وده كل اللي اعرفه.